احلى اختراع جربته في حياتي هو ليميتلس وومن مالتي جوميز. بجد الفيتامين ده تحفه. تاخدي بقى احتياجك اليومي من الفيتامين وانتي كانك بتاكلي توفي، بتاكلي كاندي، بتاكلي حاجه طعمها حلو ومسكر من غير بقى ما تضطري تبلعي برشامه. يعني ايه حجمها قد كده. بجد انا عمري ما التزمت على فيتامينز وحبيته ودورت ان انا اجيبه تاني بعد ما يخلص غير لما اخدت ليميتلس وومن الصوره المالتي جوميز. بجد حاجه تحفه. انا عارفه ان كتير منكم هيقول لي ان الصوره التابلت او البرشام العادي ده امتصاصه افضل، ودي معلومه صح. بس هقولكوا ليه الصوره دي بتنفع معايا وتنفع مع ناس كتير. تنفع مع الناس اللي هي مش قادره انها تبلع برشام. البرشام مسبب ليها لود نفسي. اوقات كده احنا بنمر بفتره في حياتنا اللي هو الاحتراق، احنا مش قادرين نعمل اي حاجه. لو انا لو قلتلك اشربي كوبايه ميه هتعيطي. هو مناسب قوي للناس دي اللي هو مش قادره تبلع كوبايه الميه، مش قادره تبلع برشامه، مع ان هي حاجه تافهه. بس هي فعلا دي بالنسبه لها لود نفسي كبير جدا ومش قادره تستحمل. فوقتها الادويه اللي بصوره جوميز بتكون احسن ليها واسهل، ان هي ايه، بنتحايل على الموقف كده. انت بتاكلي حاجه حلوه من غير ايه ما تحتاجي ان انت تشربي ميه، من غير ما انت محتاجه تعملي مجهود ويا لسه هبلع برشامه ومش عارفه ايه والحاجات دي. لا، بتبقى ايه، سلسه كده. في حالات طبعا مش مناسب ليها الفيتامينز اللي في صوره جوميز. لو متحمسين تعرفوا هي ايه قولولي، هقولكوا الفيديو الجاي. وما تنسوش تقولوا لنا ايه احلى فيتامين انتوا جربتوه. وبس كده، انا دكتور ندى عادل، سلام.